في إطار الأيام السينمائية المنظمة من طرف النادي السينمائي المخلطرة. في البداية يمكن أن نخبر بأن الفيلم ماجد اللي شفناه البارح كنا شرفنا بأنه يعرض في مسابقة سميت في وهران، وحصل الطفلان لمكتوب الفيلم على جائزة أحسن تشخيص في مهرجان وهران السينمائي. هذا خبر جيد يأكد الفعالية والقدرة ديال الأطفال على تشخيص فيلم معين المدة ديالو قرابة ساعتين ماشي ساعة، وهذه إضافة للسينما المغربية. فيلم اليوم بعنوان جامع المسلمين لداود ولد الدين، وهو آخر أفلام داود ولد الدين سنة 2010. الفيلم مبني على فيلم سابق داود ولد الدين له حوالي 5 ديال الأفلام تقريبا. في 2007 خرج فيلم بعنوان في انتظار بازولي. فيلم في انتظار بازولي طبعا وهو فيلم يوحي مناظر مختلفة تتطلب بناء ديكورات معينة، يعني مجموعة من الديكورات لتشخيص الفيلم. وتنعرف بأنه لإنتاج واحد المخرج من ديكور فيلم معين خصو يحيد هذا الديكور تيجيبو لأسباب متعددة، من بعض الأحيان ما خصوش يصور فيه واحد آخر إلى آخره، أحيانا يكون كرا واحد الأرض مؤقتا إذا خصو يحيد هذاك الشيء. هذا الإطار اللي كان فيه فيلم بانتظار بازولي أو حالي داود الفيلم بسبب السيناريو الجديد هو اللي كيعالجوا في هذا الفيلم اللي اخرجه في 2010 في الجامع. بمعنى مثلا التصوير الناس ريبوا الديكورات السابقه، ولكن بقى واحد الجمال اللي كانوا يصوروا به. هذا الجمال الناس اصروا ان هذا جمال هذا مصروفي ما يمكنش يريبوه، ريب الديكورات الاخرى، ولكن هنا هذا جمال مكان مقدس هذا اللي يدير فيه. هذا هو الفيلم ديال داود تيبان في الفيلم داود الدين كمخرج. مجموعة من الممثلين ديال مراكش بشكل خاص ممتازة إلى غير ذلك من الممثلين. كاين بطلة رئيسية هي بشرى هريش. إذا مجموعة نخبة من الممثلين إطار السياق ديال داود اللي هو السياق البسيط الهزلي في بعض الأحيان. إذا كنتمنى لكم فرجة ممتعة بالنسبة لهذا الشهر. قبل ما نمشي فقط نذكر بأنكم ما تنساوش الهواتف ديالكم ديروها في وضعية سيلونسيو باش ما تقلقش الآخرين. نقصوا شوية من الهضرة لأن كاين بعض الناس كانوا في البارح لاحظنا أن خصنا نحققوا الفرجة جيدة. كاين اللي تيجي التليفون تيخرج تيجاوب تيرجع تيحدث واحد الخلل بالنسبة للآخرين. إذا نبداو أننا نجاوبوا جميع لأن هذا هو المجال ديالنا الاجتماعي في تحقيق فرجة جميلة هادئة ممتعة للجميع. وشكرا.